الفيديو ده انا عامله مخصوص لاي حد من طلاب ثانويه عامه او اللي كانوا في ثانويه عامه والنتيجه بتاعتهم ظهرت، اللي حاسين ان هم اتظلموا، اللي حاسين ان هم عملوا مجهود كبير جدا بس ما جابوش المجموع اللي هم كانوا عاوزينه او اللي هم يستحقوه، فحاسين ان هم اتظلموا. انا عايز اقول لك هون على نفسك، صدقني اهم حاجه ان انت تعمل اللي عليك وبس. الحساب الاكبر اللي هو يوم القيامه ربنا مش هيحاسبك فيه على انك تدخل الجنه ولا النار، مش هيقولك انت ما دخلتش الجنه ليه، بس هيقولك انت ما صليتش ليه، ما زكيتش ليه، ما صلتش رحمك ليه. فهتلاقي دايما كل الاسئله بتكون على العمل مش على النتيجه. فانت كمان عامل نفسك كده، انت حاسب نفسك على العمل. شوف انت عملت اللي عليك فعلا وبذلت كل مجهودك، يبقى خلاص، يبقى النتيجه دي بتاعت ربنا، تجيب او ما تجيبش دي بتاعت ربنا. انما انت ما عملتش اللي عليك، يبقى لا، يبقى هنا بقى حقك تزعل لانك انت كنت مستهتر. فانت لو بذلت المجهود كله وليس بالامكان اكثر مما كان، خلاص يبقى انت عملت اللي عليك بزياده، فالنتيجه دي بتاعت ربنا. يبقى تهون على نفسك، يبقى ده مش خير ليك، الخير ليك ان انت تجيب المجموع القليل اللي انت شايفه ده. وعلى فكره الجمله دي انت هتسمعها لاي حد هتلاقيه ما جابش مجموع، هتلاقي اللي حواليه بيقولوا له مش خير ليك. لا، لازم تفهم المعنى الصح. المعنى الصح ان هي مش خير ليك في حاله ان انت بذلت مجهود كبير وعملت اللي عليك فعلا وما قصرتش فما جبتش مجموع، فبالتالي هي مش خير ليك. ان المجموع اللي انت جبته ده الخير. انما ان انت تكون مستهتر، ضيعت وقت، ما ذاكرتش اصلا، كنت مقصر اوقات كتير وما جبتش مجموع، فلا، ده ما اسموش خير، ده اسمه استهتار منك وتقصير. فلازم تحاسب نفسك عليها وتزعل على ده ان انت قصرت. انما انت كشخص بذلت مجهود شديد وعملت يعني اللي هو بذلت كل حاجه تقدر عليها وليس بالامكان اكثر مما كان، خلاص ما كنتش اقدر اعمل اكتر من كده وما جبتش مجموع، ففي الحاله دي هون على نفسك واشكر ربنا وقول الحمد لله وتيقن من داخلك ان ده الخير. فتقوم تصلي ركعتين شكر، اشكر ربنا. ولو انت كنت اتضايقت او اتعصبت ساعه النتيجه او قلت اي كلام، اتاسف قدام ربنا، اتاسف له واؤمن ان ده الخير ليك بجد. مادام انت ما قصرتش في عملك فده خير ليك. ومفيش حاجه اسمها مجموع لكليات قمه وكليات قاع، مفيش حاجه اسمها ده. في حاجه اسمها انا خلاص انا هدخل الكليه اللي ربنا كتبها لي الخير وهبتدي ارسم طريق وهدف. عادي جدا تغير الاهداف مع الوقت، خلي عندك مرونه ان انت تغير اهدافك، لان خلاص مفيش حاجه اسمها كليات قمه. يعني مش شرط كل اللي في طب ناس ناجحه جدا في الحياه، ومثلا مش شرط كل اللي في اداب او خدمه اجتماعيه فيها ناس فاشله، ملهاش علاقه خالص. الفشل والنجاح ده شيء من جواك انت، مش من براك او مش الكليه هي اللي هتديهولك. فاصنع نفسك بنفسك واصنع هدف جديد ليك، ده ببساطه. ولو انت جبت المجموع، ابدأ ادرس الكليات اللي متاحة ليك. شوف الكليات، هتلاقي ناس بتقترح عليك كليات سيبك منهم خالص، ما تركزش معاهم. انت شوف قدراتك الذهنية وقدراتك الظروف الصحية والظروف اللي حواليك الاجتماعية، وبعديها جمع الاتنين في كلية واحدة، كلية تناسبك ماديا وذهنيا وصحيا، تلاقي مناسبك كل حاجة، تدخلها وتبدأ ترسم اهداف وترسم طريق ليها. سيبك من اللي يقعد يقول لك ادخل كذا عشان وظيفه او ادخل كذا او ادخل كذا. يعني مثلا مش تلاقي كله يقول لك ادخل تمريض عشان وظيفه وانت ما بتحبوش، لا، اختار هدف انت تحبه عشان تبدع فيه وتبقى حاجه كبيره. ده كان ببساطه نصيحه مني لكل طلاب ثانويه عامه والنتيجه اللي ظهرت دي. لو انت عملت اللي عليك اتبسط مهما كانت النتيجه، مش مهم. بقول لك يوم القيامه يوم الحساب الاعظم انت مش هتتحاسب على نتيجه، هتتحاسب على عمل. فدلوقتي اللي هو في نتيجة ثانوية عامة مرحلة من الحياة، هتحاسب نفسك على النتيجة ومش هتحاسب نفسك على العمل. فهون على نفسك، اتبسط باللي انت عملته، اشكر ربنا على المجهود. لو انت قصرت راجع نفسك تاني ونية خير ان انت ما تقصرش، وانك انت هتدخل الكلية اللي جاتلك وتجتهد فيها ومش هتقصر تاني ابدا. يا ريت الفيديو لو عجبك تعمل فولو للصفحة دي وتعمل لايك للفيديو وتشوف فيديوهات القناة، وتبعت الفيديو ده لكل طلاب ثانوية عامة او اي حد كان جايب نتيجته وانت تعرفه حابب ان انت تفيده. ويا ريت تشيروا الصفحة لأكبر عدد ممكن عشان تساعدنا على الانتشار. وافتكر دايما ان في مساحة نفسية بنقولك استمتع بوقتك يا صديقي.